لا لا. وبعدين كل ده بنسميه يعني الاستهبال الاول، يعني انتوا الاثنين في حاله استهبال. بس وبعد كده بقى يعني بدات يعني اتعرف عليه في البروفات ما بين المشاهد اللي احنا بنعملها، بنبقى قاعدين على الكراسي وكده بنتكلم شويه، بنفتح في مواضيع كتير كتير كتير، والاقيه عايز يحكي لي حاجات كتير عن نفسه، والاقي نفسي عايزه احكي له كل حاجه عن اللي انا عملته قبل كده، وحياتي كانت ماشيه ازاي، واهلي مقصرين قد ايه فيا، وهو برضو قاعد يحكي لي كتير عن حياته الخاصه بيه يعني. والكلام ما كانش بيخلص، الاقي نفسي ركبت العربيه وهو يروح يكلمني في التليفون يكمل لي بقيه الكلام. احنا بالمناسبه حتى مش انا وهبه بس، هو المسرح فعلا زي ما قال دكتور يحيى، يعني يمكن في التصوير اللي صورناه في الحلقه كان بيقول ان المسرح فعلا عامل زي الجواز، فكلنا بنحس ان احنا اسره واحده، وكان بيجي لنا احساس ان احنا بنصحى من النوم بنبقى عايزين نروح المسرح، ولما البروفا تخلص بنحس ان احنا مش عايزين نروح من كتر او من قوه الارتباط اللي ما بيننا وما بين بعض كلنا. فكنت دايما بعد البروفا ما تخلص احس ان انا عايز اتكلم معاها اكتر واحكي لها اكتر وباخد رايها في شغلي، يعني مثلا بشتغل في الالبوم الجديد بتاعي. وانتي مش شاكه في حاجه هبه؟ لا خالص، بالعكس، ده هو كان صريح جدا معايا في كل كلام كأننا الأصدقاء. يعني أنا كمان علشان أبقى مستريحة للي قدامي ما احسش إن في حاجة هو عايز يوصل لها. أو بسألك سؤال، لما كنتي عندنا بعد الحلقة اللي عملناها في المسرح القومي اللي احنا يعني حسينا إنه يعني ما فيش حاجة، اللهم إن هو طول الوقت يعني واخد باله إنك تبقي مرتاحة وأنتي بتغني، لما عملنا الحلقة معاكي لما رقصتي عملتي خطوتين باليه كنتي في قصة الحب؟ يعني كان باين، بس ما كناش برضو يعني مبينين قوي لبعض، يعني كان في حاجة بس كانت لجوه ما كانتش لبره. يعني لما حتى حضرتك سألتيني على قلتي له ايه ولا اديتي له ايه علشان يغني معاكي في الدويتو في الماجستير، لقيت نفسي اتكسفت، مش عارفه اعبر عن اللي جوايا، فقلت لحضرتك اديته ورده، يعني بديله ورده كل يوم وانا بغني. احنا كانت هبه ماجد دي معانا عشان عملت ماجستير لطيف جدا بالنسبه لنا حتى تلفزيونيا، الدراسه عن الدويتوهات حتى الماجستير ده كان بالصدفه البحته جدا، لان انا عملت العنوان بتاع الماجستير وقدمته السنه اللي فاتت قبل ما اتعرف على محمد. جه في بالي ان انا بحب فكره ان انا اعمل ماجستير عن الدويتو، ويوم ما هغني في الريسيتال اغني دويتو. وانا بسالك بمنتهى البساطه انه يعني زميلها في المسرحيه جه وغنى معاها في مناقشه الماجستير، فانا بقول لها يعني انت لئيمه طبعا. ما جاش في بالي خالص ان هتيجي في يوم من الايام يوم عامل ريسيتال محمد هو اللي هيغني معايا. فكانت برضو صدفة حلوة جدا ومؤثرة فيا، لأن ده من أهم الأيام في حياتي. قولي انت ليه علشان احنا مع بعضينا أول مرة لوحدينا محدش بيبص علينا انت بتغني مع اني جدع